يا اهلا بيكم حلقه جديده هنا على قناه رمضان احلى. في حلقه النهارده نعرفكم فكره برنامج رامز جلال لرمضان 2024، ونعرفكم لون شعر رامز جلال، ونعرفكم كمان بلد التصوير الرسمي لرامز جلال. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه عشان يوصلك من كل جديد. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده، توكلنا على الله. يلا بينا نبدا حلقه النهارده سريعا، توكلنا على الله. والفكره اللي معانا النهارده هتبقى باسم رامز في السيرك. ايوه يا صديقي، هتبقى باسم رامز في السيرك. ويلا بينا نبدا في تفاصيل الفكره. اول حاجه فريق عمل رامز جلال هيكلم الضيف على اساس انه جاي يفتح سيرك عادي في بلد، وبعد كده الضيف هيجي على اساس انه جاي يفتح السيرك، وطبعا هتطلع له فيها مصلحه ودعايه واعلان للسيرك دي. وبعد كده الضيف هيمشي عادي وهيخش في السيرك دي. اول ما يخش هيلف لفه في السيرك ويشوف الاسودة ويشوف كل الحيوانات اللي بتبقى في السيرك، وهيشوف عرض كده في السيرك. وهو بيسمع العرض ده المهرج اللي هيبقى على المسرح اللي هو بيقدم العرض، المهرج ده هيتجنن، يعني هيعمل زي اللي لبسه جن، ويفضل يرمي على الضيف سكاكين، ويفضل يرمي على اللي قاعدين سكاكين، وهيحرر الاسد على اللي قاعدين، والاسد هيفضل يجري وراهم في السيرك دي. ويفضل بقى المهرج ده يعمل فيهم حركات ان هو يطلع عليهم نار، وطبعا ده كله حاجات صناعيه، رامز اللي عامل الحاجات دي كلها. وهتفضل بقى كل الحيوانات اللي في السيرك واللي مع المهرج دي تطلع عليهم، والمهرج ده يفضل يجري وراهم ويطلع لهم حاجات. وطبعا انتوا ما سالتونيش من المهرج دي. المهرج ده هيبقى رامز جلال، طبعا هيتنكر في هيئه المهرج دي. وطبعا الاسوده والحاجات اللي هتجري ورا الضيف، طبعا رامز جلال اللي يعمل الحاجات دي كلها زي ما اتعودنا منه، انه بيعرف يتنكر في اسوده وبيعرف يتنكر في شخصيات كتيره. طبعا هو يتنكر في الحلقه ديت على شخصيه المهرج. والاسد اللي هيبقى معاه يبقى واحد غيره متنكر فيها، وهيتعمل بيه حاجات هو بيعملها زي ما شفنا في سنين كتير. وبعد كده الضيف هيفضل يجري في المكان، ويفضل المهرج ده يرمي على السكاكين. طبعا السكاكين ديت مش هتبقى حقيقيه زي ما قلت لك، السكاكين ديت هتبقى مصنوعه مخصصه للبرنامج. وبعد كده الضيف هيفضل يجري وراه شويه حاجات، وبعد كده المهرج هيمسكه وهيحطه في قفص. القفص ده عباره عن انه هيطلعه على المسرح وهيحطه في قفص، وهيقفل السيرك عشان ما حدش يعرف يطلع منه. ويفضل بقى الرعب، هيحط الضيف في القفص ده ويربطه، وبعد كده يفضل يرمي عليه السكاكين، بس هيرمي السكاكين دي جنبه، مش هيقصد انه يجيبها في الضيف. ويفضل يطلع له في الاسد دي اللي هو بقى في السجن ده اللي هو حاطه فيه البتاع اللي هو حاططها في ديت، هيطلع له منها الاسد وهيدخل الاسد عليه. وبعد ما الاسد يخش عليه، طبعا الاسد خلاص هيبقى قرب منه، خلاص هيتعلن ان دي مقلب مع رامز جلال. وبعد كده رامز جلال ياخد العلقه اللي احنا بنستناها كل سنه. طبعا هتبقى الفكره ديت قويه جدا ان اتعملت لرامز جلال في رمضان 2024، لان زي ما انتم عارفين عرفنا ان رامز جلال بيعمل كل سنه فكر مجنونه. وطبعا الفكره المجنونه ديت شفناها كلنا في السنين اللي فاتت، بس برنامج رامز جلال قل شويه زي ما فهمتك في التفاصيل في الفيديوهات اللي فاتت اقصد. اما لون شعر رامز جلال المتوقع لحد دلوقتي في رمضان 2024 هو اللون البنفسجي، لان اللون البنفسجي رامز جلال ما عملوش قبل كده. اما بلد التصوير وبشكل رسمي هي بلد التصوير هي السعوديه. السعوديه يا صديقي هتبقى بلد التصوير الرسميه لرامز جلال في رمضان 2024 للسنه الرابعه على التوالي. وهيصور بالظبط في السعوديه، في عاصمه السعوديه الرياض، يعني هيصور بالظبط في مدينه الرياض في السعوديه اللي هي عاصمه السعوديه. ويبقى كده عرفتك فكره برنامج رامز جلال المتوقع رمضان 2024، وعرفتك بلد التصوير الرسميه لرامز جلال، وعرفتك كمان لون شعر رامز جلال المتوقع لرمضان 2024. فما تبخلش عليا باللايك والاشتراك عشان يوصلك من كل جديد. كان معاكم هدايا فوز اوفر ابراهيم السيد من قناه رمضان احلى، ونشوفكم في فيديوهات قادمه، وسلام.